النهارده احنا في واحدة من أشهر الجزر على الإطلاق، مش في إندونيسيا بس ولكن في العالم. فلما نتكلم عن بالي هنبقى بنتكلم عن 4 مناطق أساسية، هي منطقة كوتا، منطقة سيمينياك، منطقة أولواتو، والأشهر تماما منطقة أوبود. احنا النهارده في وسط البلد، المكان اللي فيه أكتر عدد من مواطنين البالي. جزيرة تقريبا 98% من مواطنينها يعتبروا من الهندوس، مختلفين جدا عن اللي احنا شفناهم في جاكرتا واللي احنا بنشوفهم في اندونيسيا بشكل عام. جزيرة بالي اتشهرت بشكل اساسي لسببين، سبب منهم شهرها في الغرب وسبب شهرها في الشرق. السبب اللي شهرها في الغرب هو فنان معاصر، هو رسام اسمه أنطونيو بلانكو. أنطونيو بلانكو كان فنان من الفلبينز، عاش حياته كلها هنا في بالي، وبعد وفاته سنة 1999 ابتدى شغله يتشهر في العالم كله، وده كان من الأسباب اللي أدت إلى ظهور فيلم اسمه بالي فوريفر. الفيلم ده كان متاخد عن قصة حقيقية سنة 2007 وده اللي شهرها. احنا النهارده معانا ريو مدرب هنا في بالي في منطقة كوتا لركوب الأمواج. هنسمع النهارده من ريو احنا ليه بنفضل ان احنا نيجي كوتا كبداية لركوب الأمواج، ونفهم شوية عن رياضة ركوب الأمواج في إندونيسيا وفي بالي خاصة. There are a lot of things on the internet about Kuta Bali. So can we please look at the camera and tell them why Kuta Bali is important stop? It's nice for beginner and probably for all the level it's okay on the Kuta beach. فلو انت بتبتدي سيرفنج او دي حاجة جديدة عليك، انت محتاج ان انت تبتدي هنا في كوتا. On the surfing, like even you go like the wrong place is gonna be dangerous, but you go to right place when the wave is a bigger, but you're going to beach break. So دي that's نقطة gonna be مهمة surfing. قوي ريو قالها، ان احنا معظم الناس بتيجي هنا بتاخد سيرف بورد مع نفسها وتبتدي تنزل المية على طول، وبيكرهوا السيرفنج للأبد. ولكن الصح اللي احنا المفروض نعمله ان احنا لما بنوصل هنا بنكلم سيرف كوتش زي ريو، وهو اللي بيعلمنا الأساسيات. أولا بيعلمنا عن السيفتي بتاع البورد، ثانيا بيعلمنا عن رياضة ركوب الأمواج عشان لما نبتدي بسهولة وما ننزلش نتمخمض وبعدين نقول ان احنا خلاص احنا بنكره السيرفنج ومش هنقدر نعمله. ده المفروض اجمد مكان بتاع لوكال فود. احنا طبعا الاجانب الوحيدين اللي موجود في المكان، انا وعم الرف فقط. المكان اسمه ناسي تمبونج اندرا من ويست جافا. ناسي تمبونج اندرا يعني خبطة رز، وصاحبة المكان او صاحب المكان اسمه اندرا. الاكل عبارة عن جمبري، سمك، رز، خضار. ما اتكيفتش عادي يعني، مفيش حاجه مميزه. عمري ما اقول يا ده انا نفسي ارجع اكل الناسي تمبونج بتاع اندرا، فاهم؟ مدام اندرا ما شدتنيش. طبعا السؤال الاساسي، اجي كوتا ولا لا؟ والله الرد هيكون لو مش رايح اي حته غير بالي يبقى لازم تيجي كوتا لسببين. السبب الاول، لو هتعمل سيرفنج يبقى انت محتاج تبتدي كده في كوتا، لان مفيش مكان تاني تقدر تبتدي فيه. السبب التاني هو ان انت لو مش رايح مكان تاني ومحتاج تشوف الحياة في اندونيسيا، الاندونيسيين بيعيشوا ازاي، طريقة الاكل، طريقة الشرب، تبقى الاماكن كلها قريبة ليك، تقدر تشتري سوفونيرز، تقدر تاكل لوكال فود، يبقى ده المكان الصح اللي انت محتاج تيجي. هتقعد قد ايه هنا؟ ممكن ليلة، ليلتين بالكتير قوي.